بيبدأ الفيلم بمشهد لعادل إمام وهو لسه خارج من السجن عشان يلاقي صاحبه خوليو مستنيه، بياخده ويروحوا عشان ينتقم من مشركي اللي بنكتشف إن هو السبب في دخوله السجن. المهم بيولع عادل إمام في الترابيزة اللي قاعد عليها مشركي، وهنا بتظهر شخصية الصعيدي الجدعة وبيحلف يمين طلاق إنه والله العظيم ما هينفع يتحرك من الكرسي أو يقوم. عيب، انتوا عايزين الناس تاكل وش ولا إيه؟ لا أنا النار تاكل وشي أحسن. شنب اتحرق يا رجالة. يعني الولعه دي كلها ومفيش حاجه اتحرقت غير شنبك؟ بيسرق بركات وخوليو الخماره وبيروح يقضي بيها ليله حمراء مع السيده دي السيده العجوز تقريبا بعد ما هزمتها نابولي. وبما ان طريق النجاسه اخرته وحشه فبيقابل مشركي ومعاه رجاله عشان ينتقموا منه. كسروك السير. وبعد فاصل كوميدي من الطش والبوم والطخ بيظهر لينا مرزوق اللي بيبقى شايف ان كل دول على واحد مش رجوله، فبيروح نازل مع بركات زوجي بدل ما كان نازل سولو، وبيهرب بركات ومرزوق على المكنه الحلاوه وبينطوا في الميه هربا من البوليس. هتقول لي البوليس جه منين؟ لا هما كانوا معديين بالبوكس كده فلقوا خناقه فنزلوا يشوفوا في ايه. الحكومه. بيروح مشرقي يشتكي لواحد من الكبار اللي مشغلينه فبيقول له ده مش سبب كافي يخليك تيجي لي في ساعه زي دي وانت لابس بالشكل ده على اساس ان الروب اللي انت لابسه ده اللي الشياكه يعني. بياخد بركات مرزوق على بيته مع انه لسه مقابله في الشارع في خناقه ما يعرفش عنه اي حاجه، يعني ممكن يطلع حرامي تاجر اعضاء، ولكن انت عارف بقى اولاد البلد. هنا بقى كادر بعنوان انا بتحدى روماني منير ان هو يضحكني. يا جماعه انا بتحدى روماني منير اللي هو يضحكني. بيروح مرزوق وبركات ياكلوا كشري عند سوسن بدر المصريه جدا. بعدها بركات ومرزوق بيفكروا هيعملوا ايه وبيستقروا على انهم ياخدوا العربيه بتاعه ابو بطه الله يرحمه وينقلوا عليها بطيخ. وبما ان مفيش حاجه سهله فبيطلع عليهم قطاع طرق، ولكن بركات ومرزوق بيحطوا عليهم، فبيقوم واحد من الرجاله كده يضرب بطه بالقلم، فبيقوم مرزوق واخد حقها بالدرامز. بيخشوا على السوق عشان يبيعوا البطيخ قدام المعلم البلاسي محتكر السوق وهم مشغلين تراك دورك جاي. ضفتنا تعاشر المظابيط يا سمك شعره يا مصابيط. الصراحه يا جدعان يعني انا كنت شايف ان مصمم المعارك في الفيلم ده هو اللي المفروض يتقتل مكان سعيد صالح في الاخر باللي بيحصل ده. في الطلعه اللي بعدها بيحاول كبار السوق اللي هم الباشا والبلاسي واللي كوتا ومرزوق بداوا ينطحوا فيهم ان هم يعملوا لهم كمين، فبيبعت الباشا عربيتين من العربيات بتوعه وراهم على الطريق وهم رايحين السوق. عادل امام بيلاحظ الكمين اللي اتعمل لهم وبيقول ان اهم حاجه ان هم يعدوا بالبطيخ سليم. هوب بعدها على طول يروح مضيع نص بضاعه البطيخ على العربيه اللي وراهم. تقريبا كده كان عايز يعدي على البطيخ مش بالبطيخ. طبيعي طبعا لما تتضرب من فنان كبير زي عادل امام لازم تبقى بتضحك وانت بتاخد العلقه. بعدها عادل امام بيلبس العربيتين في بعض وبينزل يولع سيجاره، وده لان احلى سيجاره تتشرب هي سيجاره بعد الاكل وسيجاره بعد ما تلبس عربيتين نقل في بعض. تاني مره بقى المعلم بلاسي بيجهز نفسه وبيجهز الرجاله ويستناهم في السوق عشان ياكلوا العلقه التمام ويولع لهم في العربيه. بيروح كوتا ومرزوق بعدها يهجموا على مخازن البلاسي وياخدوا البضاعه بتاعته ويقلبوا عربيتين نص نقل يبيعوهم على سوق دوت كوم. بيجي لهم رينو امير الكرك في فيلم صلاح الدين ويعرض عليهم عرض ان هم يروحوا يقابلوا الكينج، ولكن سوسن بدر بتحذرهم وتقول لهم ما تروحوش ده ميه من تحت كينج غير انه كان السبب في موت ابوها. بيروحوا هناك والكينج بيعرفهم ان صاحب كل الحاجات دي وانه بيعرض عليهم يشتغلوا معاه وهياخدوا 10% وبيستقروا في النهايه على 30%. بيرجعوا بعدها لسوسن بدر عشان يقنعوها تشتغل معاهم وبياخدوها معاهم بالعافيه. بيبدا مرزوق يدخل صفقات للشركه بتاعتهم عن طريق النجاسه، وبعدها سعيد صالح بيتقدم لسوسن بدر في نفس الوقت اللي عادل امام بيبقى رايح يتقدم فيه. طب يعني ده انتوا حتى اصحاب محدش فيهم كلم التاني قال له انا هروح اتقدم بتاع تظبطوها مع بعض كده انتوا الاتنين متفاجئين يعني. المهم يا سيدي بيفاجئوا خوليو بالجمله الايقونيه ان بطه مش ليك يا مرزوق. بطه مش ليك يا مرزوق. طبعا بيستغرب مرزوق جدا، يعني ده مفيش مره بتحبوش، انت ما شفتش كام واحده في الفيلم قبل كده كان معاها. الكينج بيزهق بقى وبيقول لهم ان الفيلم قرب يخلص ولازم نخش في نقطه الصراع ونتخانق، فبيقلبوا على بعض وبيقولوا ان الاجانس والمخازن وكل ده باعوا للوكاله اللي هم عاملينها باسم الام اف بي. الكينج ما بيسكتش وبيروح باعت رجالته يحطوا بطه في سرير مرزوق ويكلموا بركات يكتشف الخيانه. طب انت يا عم بركات ما خدتش بالك انها متخدره لما خدت قفا المخبرين ده وما اتحركتش؟ طب ما فكرتش تقف مع صاحبك تساله ايه اللي حصل يا اسطى؟ يلا ما علينا. المهم رجاله الكينج بياخدوا مرزوق ويخلوه يدمن حقن ماكس، فبتروح السكرتيره بتاعته تبلغ بركات باللي الكينج عمله في مرزوق، فبيروح بركات عشان يلحقوا ويعملوا الكامباك بتاعهم ويخشوا مزاد كبير ياخدوه من الكينج. 6 مليون. شايف تسارع الاحداث؟ ادمان وتعافي في مشهدين، دي ما بتحصلش في اعلانات محمد صلاح بتاعت انت اقوى من المخدرات.
بيسيطروا على السوق وبركات بيتجوز بطه، فبيروح الكينج في فرح بطه مش ليكا مرزوق ويقتل سعيد صالح. وهنا بيبدا عادل امام ينتقم منهم كلهم، بيروح طالع على مشرق اللي واخد وضعيه مستني ملك الموت وانا مبتسم ويروح مولع فيه، لانه تقريبا المره الاولانيه لما ولع فيه في اول الفيلم ما استواش كويس. بيروح على الباشا والبلاسي بيلاقيهم بيشيشوا في امان الله، فبيتضايق جدا وده لان التدخين بيدمر الصحه، فبيروح مطلع الآلي ومفرغه فيهم. وبعدها بيطلع على الامير رينو. وهنا بقى انا عايز اسال يعني علقوا ازاي في النجفه وهو دراعه واجعه؟ يعني نقول ان هو ربطه ماشي يا سيدي، عملها بايد واحده راجل محترف، انما شالوا وعلقوا ازاي؟ بس ارجع واقول الزعيم برضه يا جدعان ايد واحده مش ايد واحده، هيبه برضه وكاريزما. بيروح بعدها على اخر حاجه وهو الكينج. وطبعا موتة الكينج دي من اغرب الحاجات اللي حصلت في الفيلم، وناس كتير قعدت تقول لك ليه ما دخلش يمين ليه ما دخلش شمال، ولكن الموضوع ده ليه تفسير منطقي جدا، وده لان الكينج فضل يجري عدل على امل ان مرزوق يحتار فيه، ولكن اللي قال له المثل تقريبا ضحك عليه فما عرفش يهرب وهرسه تحت اللودر. في النهايه بيقف مرزوق على قبره كوتا وبيقول له سلام يا صاحبي. سلام يا صاحبي. الحقيقه فيلم سلام يا صاحبي من احلى الافلام اللي اتعملت في السينما المصريه او في السينما العربيه عموما، ويعتبر من افلام المفضله ومن افلام اصلا الشعب العربي المفضله، ولكن ده برضه ما يمنعش ان في حاجات في الفيلم مش منطقيه. بس اكتر حاجه لفتت نظري الحكومه كانت فين طول الوقت اللي مرزوق عمال بيرتكب فيه جرايمه، ثم ليه دايما ضابط المباحث كان واحد؟ يعني ضابط المباحث اللي كان بيحقق معاهم في العربيه المسروقه اللي هم باعوها للراجل كان هو ضابط المباحث اللي بيحقق معاهم ساعه ما العربيه اتحرقت. يعني هل كل الكلام ده بيدور في منطقه واحده؟ وعشان ما نكونش ظالمين فالفيلم حلو طبعا ويعتبر من ايقونات السينما المصريه، وحابب قبل ما اقفل اشكر كل الناس اللي سالت عليا او اللي دعت لي او اللي افتكرتني بكلمه حلوه. وما تنساش قبل ما تخرج تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، وتستنانا في افلام تانيه.